مصطبى وطني وأشهد أنه وطن الإباء وبأنه مهد الخلود المجتبى. وطني وأشهد أنه وطن الإباء وبأنه مهد الخلود المجتبى. عصفت به البلوى كما لو أنه إجرام كل خصومه في مستبى، حيث الجسوم تفحمت وتطايرت أشلاؤها بين الأباطح والربا، والعالم المأجور لا يلقي لها بالا ولا أعطى اهتماما للنبا. جثث على جثث ورائحة لها طعم الحريق إلى العظام تسربا، والكون كل الكون ما استحيا ولا بالا ولا طرح السؤال الأنسب. هي لعنة المال الرخيص تمكنت منه فصار مع الجريمة أقربا، وهي العمالة في أحط صفاتها صارت لأقطاب السياسة مذهبا. في مستبى سوق وباعة شمة ومكابدون رأوا زمانا متعبا، فمضوا للقمة عيشهم لم يطعموا شيئا ألذ من الكفاف وأطيبا. والموت في عليائه متربص وكفى بحاملة القنابل مركبا، ويكون منتصف الظهيرة موعدا للهول حتى لا يوفروا مهربا. 100 من المتفحمين و7 راحوا هباء أو أقل من الهباء. لا مجلس الأمن البغيض أعارهم سمعا ولا قال القرار الأصوب. يا مستبى إن العدالة لعبة والعقل كالإنصاف بات مغيبا، وسواك في المأساة كثر والأسى كالموت شرق في البلاد وغربا. والنعش صار بحجم جرحك والمدى بالغدر أصبح كالمصيبة أرحبا. لا تنتظر إلا سلاحك وحده واجعله في أفق الشهادة كوكبا. هذا زمان الباذلين دماءهم لله والوطن الذي ما خيبا. كم أنت منه ومن مذابحه التي جعلته بالدم والدموع مخضبا. لكنه ما قال أهلا للغزاة ومرحبا، لكنه اختار الكرامة غاية فمضى إلى ملكوتها متوثبا. لكنه أنف التي جاءوا لها متحالفين فهب أقوى منكبا. من عهد ذي يزن إلى سبتمبر ما عاش خوافا ولا متذبذبا، حتى أتى جيرانه بضلالهم وظلامهم متحزبا. وهنا تكشفت النوايا كلها عن حاقدين تجمعوا أيدي سبا من كل ذيل ما حمى أرضا ولا عرضا. فآمن بالعمالة منصبا وبمستبى جرح أبت أوداجه ولئن بدا متماسكا أن تنضبا. ولئن بدا متماسكا أن تنضب. إذن كانت هذه هي آخر القصائد التي خص بها الشاعر الكبير حسن عبد الله الشرفي إذاعة حجة، ونشرت بتاريخ 31 من مارس من عام 2016. لقاء مصطبى وطني وأشهد أنه وطن الإباء وبأنه مهد الخلود المجتبى. وطني وأشهد أنه وطن الإباء وبأنه مهد الخلود المجتبى. عصفت به البلوى كما لو أنه إجرام كل خصومه في مستبى، حيث الجسوم تفحمت وتطايرت أشلاؤها بين الأباطح والربا، والعالم المأجور لا يلقي لها بالا ولا أعطى اهتماما للنبا. جثث على جثث ورائحة لها طعم الحريق إلى العظام تسربا، والكون كل الكون ما استحيا ولا بالا ولا طرح السؤال الأنسب. هي لعنة المال الرخيص تمكنت منه فصار مع الجريمة أقربا، وهي العمالة في أحط صفاتها صارت لأقطاب السياسة مذهبا.